اللي هقوله لك دلوقتي ده مش هزار، الموضوع ده حصل لي حرفيا ولسه مش لاقي له تفسير. انا اسمي سامي وساكن لوحدي في شقه صغيره. انا كل اسبوع كنت بجيب ست تنظف لي الشقه، اسمها ام رضا. ست كبيره ومحترمه ودايما ساكته، بتدخل تعمل شغلها وتخرج ولا بتتكلم كتير ولا بتسال في حاجه. وكنت مرتاح مع الست دي جدا لحد اليوم اللي قررت فيه اطلع شنطه قديمه من فوق الدولاب. الشنطه دي كانت بتاعه ابويا الله يرحمه، وانا بفتحها لقيت صور قديمه من وانا صغير. في الاول فضلت اضحك وانا شايف صوري بلعب، بس بعد كده في صورة واحدة بس خلت قلبي يقف حرفيا. كنت واقف فيها وانا لسه طفل، وواقفة جنبي ست كبيرة وشها واضح وضوح الشمس. ولما ركزت اكتر ايدي كانت بتترعش وسقعت. ثواني كده، ثانية واحدة، هي مش دي ام رضا؟ ايوه، نفس الملامح، نفس العينين، نفس الابتسامة. بس الصورة دي يجي من 15 سنة. أنا أصلا معرفش ام رضا دي غير من 4 شهور، وكمان جبتها عن طريق اعلان، كان بوست نازل على الفيس. وانا متاكد اننا عمرنا ما اتقابلنا قبل كده. ايوه، انا عمري ما قابلت الست دي قبل كده ولا اتصورت معاها، ولا حتى كنت اعرف انها عايشه في نفس الحي ده. فضلت ابص للصوره واقول لنفسي طب ما دي يمكن تكون واحده شبهها. بس لا 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 لا، انت مش متخيل شكل الصوره عامل ازاي. الصوره كان فيها حاجه غريبه، ده مش وشها بس كان باين، لا، دي كانت باصه للكاميرا وكانها عارفه ان الصوره دي هتوصل لي في يوم من الايام. انا اتوترت جدا. تاني يوم لما جت ام رضا استنيت لحد ما خلصت تنظيف خالص، وبعد كده رحت لها وسالتها بهدوء كده. قلت لها يا ام رضا، هو انت حضرتك كنت تعرفيني زمان؟ سكتت شويه وبعد كده كملت مسح الترابيزه عادي وبصوت واطي جدا. قالت لي لو عايزين تعرفوا بقيه الحكايه اعملوا اشتراك في القناه واستنوا الحلقه الجديده يوميا الساعه 9 مساء.